هو الآن في 60 من عمره منذ الصغر، وأكلته المفضلة الثعابين والعقارب. ضامر عيسى من أبناء مديرية كعيدنة بمحافظة حجة، بدأ حياته بكهف وأصبح ظاهرة غريبة يخافه الناس المحيطون به. هو بشر، لكن فعله ليس كالبشر. من رحم الطبيعة وقسوتها وآفاتها تتكون شخصيته، واختار طعامه المفضل الثعابين الحية النابضة بالسم القاتل، وصغارها ألذ طعاما ونكهة، والتي يقول عنها أنها مثل رائحة السمك. إنه ضامر عيسى، أحد أبناء مديرية كعيدنة بمحافظة حجة. هذا مجرب الأسمام يعني أكلها ماشي طبيعي. الحانيش طعمه وطعم الأراقب مختلف. واحد قدم لي مثلا سم شو يقول لأني يقتلني به، فأعرف لأني أنا أكل كل الأسمام ما يقدرش. أما أكل العقارب فمذاقها يدوم طويلا في فم ضامر. لقد صار هذا الرجل الستيني مصدر رعب للثعابين والأفاعي، فبمجرد أن يلسعه ثعبان يموت سريعا. حتى رائحة العرق في جسده منفرة لهذه الآفات، وسمها لا يضره. رجل حتى ورق الشجر بأنواعها يلتهمها، ولا عجب قوله أنه له القدرة على العيش في الصحراء وحيدا. يا أخي وأنا جاهل كما أكل ما وصلت عليه كلته. يا أخي كما أدد لك من يومك وأدري أكلهم لما بالملايين. لأن ضامر صار مختلفا بنظر من حوله، فإنهم يخشونه ويفرون منه. فهواياته لا تتوقف عند الثعابين والعقارب، بل تمتد إلى الوزغ وكل زاحف على بطنه أو يطير بجناحيه من الحشرات. يمشي قلت يتات عينت له حنشون أقول بقى مساقه وكلته. لا عجب أن نرى كل ذلك من رجل بدأ حياته بمغارة موحشة ومع أسرته، ولولا فاعلي الخير الذين أنزلوه إلى حياة البشر والحضر لظل كما كان.